مسلسل السفاح لأحمد فهمي نزلت الحلقة الأولى على منصة شاهد، والحمد لله الحلقة الأولى حلوة يا جماعة. وأنا كنت متوقع حاجة الحمد لله ما لقيتهاش، ألا وهي شغل إيه بقى؟ تعال نعرفك على الشخصية. وكان السفاح وهو صغير في حد كان بيعذبه، فعشان كده طلع رغم. فاهمين الكلام ده مش موجود يعني. الحمد لله تمثيل حلو، كتابة حلوة، إخراج زي العسل، ما ملتش. يعني انا واحد من الناس يا جماعه بمل يعني بسرعه رهيبه، لكن من حدث لحدث من حدث لحدث تيمبو سريع جدا في الاحداث، تمثيل حلو، فعارف انت بخليك مش عايز تسيبه. يعني احمد فهمي بصراحه مظبوط مظبوط، مفيش ولا افوره ولا هو هادي زياده عن اللزوم، مع انه هادي بس مش تحس ان الهدوء ده راكب، يعني الهدوء حلو يعني، فاهمني؟ غير كده بقى الكتابه بصراحه، الشخصيه مظبوطه، يعني الشخصيه مظبوطه جدا. فكره الشخص اللي هو انا ايه، انا سفاح، انا قاتل، بس انا بحط لك نغمات دينيه، التليفون بتاعي بيرن فدعاء مش عارف ايه كده يعني. دي حاجه مظبوطه جدا في الكتابه بصراحه، يعني احترمتها فشخ. فكره تفاصيل الشخصيه دي، بياكل ايه يعني، حتى الاكله اللي كان بيعملها في اول الحلقه هي ليها علاقه بالدفن. يعني هو دفن حته اللحمه في الطاسه ولا ايه، في الصينيه، ثم في الفرن. يعني كل حاجه ليها لازمه، مش اعتباطا وخلاص، او حاجه هنعديها. ودي ميزه في المسلسلات القصيره عموما. المسلسل القصير يا جماعه لما بيكون 8 حلقات ل 10 حلقات حتى 15 حلقه، ما بيكونش فيه رغي، ما بيكونش فيه حاجه ملهاش لازمه. لكن المسلسلات الطويله، وسلام بقى المسلسلات اللي زي الهندي والتركي وشغل 200 حلقه او 300 حلقه والكلام ده، او حتى 30 حلقه كمان، بيبقى فيه رغي مبالغ فيه، وممكن يقعدوا يرغوا مع بعضهم 5 6 دقايق في حلقه يعني، وده وقت كبير جدا، ده تعمل لي فيه مصيبه سودة يعني 5 6 دقايق ده. فعشان كده انا واحد من الناس من محبين جدا نوعيه المسلسلات دي، لانها بتنجز. فما بالك ان بقى يكون في تمثيل كويس، وان تكون الكتابه بتوديك من حدث لحدث، مش بس مجرد رغي من رغي الرغي، لا، من حدث لحدث. فدي حاجه جميله جدا. البدايه بصراحه جميله. اتوقع فيما بعد الاحداث هتكون اسخن اكتر. اتوقع فيما بعد دور يعني باسم سمرة لسه ما ظهرش قوي، مش باين ايه سمات الشخصيه، او هيعمل ايه او هيسوي ايه، او يعني ما تتوقعلوش ايه هيعمل ايه الحلقه اللي جايه، فاهمني؟ ولكن اتوقع ان هو ايه، لسه الدور بتاعه بيتمهد. اظن ده الوحيد اللي الدور بتاعه بيتمهد في هذا المسلسل اللي هو باسم سمرة، لكن الباقيين دخلنا على طول. استاذ صلاح عبد الله شفت شخصيته عامله ازاي، احمد فهمي ازاي، احمد فهمي في المسلسل عامله ازاي. فالوحيد اللي بتمهد له باسم سمرة. اتمنى بقى التمهيده دي يعني يكون وراها حاجه جامده يعني. وبس كده، انا انطباع عن المسلسل حلو جدا وهكمله. انا واحد من الناس على فكره ممكن يشوف مسلسل حلقه واحده ما يكملش يعني بقفل. لكن لا، بصراحه المسلسل ده يستحق المشاهده، زي احسن المسلسلات اللي اتعملت على شاهد، يعني زي منعطف خطر وفي كل اسبوع يوم جمعه، والنوعيه دي من المسلسلات اللي كانت واخده تقييم عالي. ده كمان اظن ان هو هيكون تقييمه عالي عالي فيما بعد. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه. تابعني، بنزل محتوى يوميا عن التمثيل. اعمل لايك وسلام.